السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله قبل الرضا، والحمد لله بعد الرضا، والحمد لله أبدا أبدا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. حبايبي طلاب الثانوية العامة، بإذن الله نكمل مع بعض في المراجعات الياسينية الشاملة، ودوت الدرس الثالث من البيولوجيا الجزيئية. وبإذن الله نخلص يوم الجمعة الدرس الرابع، ويوم السبت نخلص الدرس الأخير من البيولوجيا الجزيئية. فيلا بينا نبدأ على بركة الله. السؤال الأول بيقول: أي المخلوقات التالية مادتها الوراثية لا تحاط بغشاء نووي؟ هو أنا بقولك إن المادة الوراثية لا تحاط بغشاء نووي، يعني معايا دي الخلية بتاعتنا. المادة الوراثية موجودة حرة فيها السيتوبلازم، ولكن مش بتحاط بغشاء نووي، يعني مش حواليها غشاء. بالتالي احنا هنا بنتكلم عن أوليات النواة. مين في دول يا دكتور معايا من أوليات النواة؟ هل هو بلازموديوم الملاريا؟ اتفقنا إن البلازموديوم دوت حقيقيات النواة، والأوليات الحيوانية برضو دوت حقيقيات النواة. طيب البكتيريا أوليات النواة، يبقى دوت الإجابة الصح. وتحلب الإسبيروجيرا دوت برضو حقيقيات النواة. يبقى سؤال سهل جدا، الإجابة الصح البكتيريا، اللي هو بكتيريا العقد الجذرية. السؤال اللي بعد كده بيقول: الجدول يوضح عدد الوحدات البنائية وعدد الروابط بينها في شريط واحد من DNA لنوعين من المخلوقات. ما نوع المخلوقين ألف وباء؟ طيب يا دكتور، هو هنا مديك جدول بيكلمك عن مخلوقين ألف وباء، ومديك لكل واحد منهم عدد النيوكليوتيدات في شريط واحد، وعدد الروابط التساهمية بين النيوكليوتيدات. طيب يا دكتور، لو انت فاكر DNA في حقيقيات النواة كان بيكون عبارة عن كروموسومات. حلو الكلام. والكروموسوم عبارة عن DNA وبروتين. انا هنا لغيت البروتين خالص وهتكلم عن DNA. DNA عبارة عن لولب مزدوج، ولكن النهايات بتاعته حرة، يعني DNA ليه بداية وليه نهاية. حلو الكلام. ده كده بالنسبة للكروموسومات او DNA في حقيقيات النواة. طيب بالنسبة لأوليات النواة، كان بيكون معانا الخلية بتاعتنا وجواها DNA، النهايات بتاعته بتلتحم معا، يعني ملوش بداية وملوش نهاية، البداية هي نفسها النهاية. طيب تعالى بقى نفكر مع بعض. لو انا معايا دكتور دوت DNA اللي هو فيه حقيقيات النواة، اخدته وفردت الشريطين، واخدت شريط واحد منهم، وجيت اشوف المكونات او الحاجات المكونة ليه، اللي هو طبعا عبارة عن شوية نيوكليوتيدات. ادي مثلا نيوكليوتيدة، لو هنفترض ان الشريط فيه 5 بس نيوكليوتيدات، دوت كده نيوكليوتيدة، ومعانا كمان واحدة، 3 4 5. تعال نكون الروابط التساهمية اللي بينهم. ادي 1، ادي 2، ادي 3، ادي 4. يعني معايا 5 نيوكليوتيدات بتكون اربع روابط تساهمية. طيب لو احنا قلنا ان DNA في اوليات النواة عبارة برضو عن 5 نيوكليوتيدات، اتفقنا بقى ان النهايات بتلتحم مع بعضها او بتلحم مع بعضها، يعني DNA بيكون دائري بالشكل دوت. تعال نوصل او نعمل الروابط التساهمية اللي بينهم. 1 2 3 4 5، يعني 5 نيوكليوتيدات بتكون 5 نيوكليوتيدات بتكون 5 روابط تساهمية. حلو الكلام يا دكتور. طب انت عاوز تقول ايه؟ انا بس بوضح لك مثال صغير جدا او ابسط مثال، بحيث اقول لك ان بالنسبة لحقيقيات النواة عدد الروابط التساهمية بيكون اقل من عدد النيوكليوتيدات، لكن بالنسبة لأوليات النواة عدد الروابط التساهمية يساوي عدد النيوكليوتيدات. حلو الكلام يا دكتور. يبقى تعالى نبص على الاختيارات اللي معانا او على الجدول اللي معانا الاول. بس نمسح الكلام ده. بص كده معايا، عدد النيوكليوتيدات في شريط واحد بالنسبة للكائن ألف 100، يبقى عدد النيوكليوتيدات ب100. طيب عدد الروابط التساهمية طلع يا دكتور ب100 برضو، يبقى دوت كده أو ألف ده عبارة عن كائن من أوليات النواة. طيب التاني، عدد النيوكليوتيدات في شريط واحد ب100، لكن عدد الروابط التساهمية بين النيوكليوتيدات ب99، يعني لو جيت أرسم 100 وجيت أعمل الروابط التساهمية اللي بينهم، في الآخر طلعت أقل من عدد النيوكليوتيدات بواحد، يبقى دوت كده بتكلم عن حقيقيات النواة. حلو الكلام يا دكتور. يبقى أنا طلعت دلوقتي بمعلومة إن ألف عبارة عن أوليات نواة، وباء عبارة عن حقيقيات
نواة. ماشي، تعال نبص على الاختيارات. ألف تمثل دي ان ايه في حقيقيات النواة، دوت غلط طبعا. باء تمثل دي ان ايه في نواة الأوليات الحيوانية. باء تمثل دي ان ايه في نواة الأوليات الحيوانية. اتفقنا ان نواة الأوليات الحيوانية أو الأوليات الحيوانية دوت عبارة عن حقيقيات نواة برضه، عبارة عن حقيقيات نواة. وبالتالي احنا قلنا ان باء دوت عبارة عن حقيقيات نواة، يبقى دوت هو الإجابة الصح. طيب ألف تمثل دي ان ايه في نواة خلية نباتية. اتفقنا بقى ان الخلية النباتية برضو حقيقيات نواة، يبقى دوت غلط. طيب باء تمثل دي ان ايه في بلاستيدة خلية نباتية. دي ان ايه في البلاستيدات الخضراء عبارة عن دي ان ايه أوليات نواة وليس حقيقيات نواة، يبقى دوت غلط برضو. يبقى الإجابة الصح اللي هو رقم باء. السؤال اللي بعد كده بيقول ما وجه الاختلاف بين A و B في الشكل المقابل. A دوت يا جماعة عبارة عن بلازميد، و B دوت عبارة عن DNA أوليات النواة. طيب تعالى نبص على الاختيارات. إمكانية التضاعف، الاتنين بيحصل فيهم تضاعف مفيش أي مشاكل. التعاقد بالهستون، الاتنين مفهومش هستونات لأن دوت خلايا أوليات النواة. طيب الوحدات البنائية عبارة عن نيوكليوتيدات اللي هي الديوكسيرايبونيوكليز أو السكر المكون ليها الديوكسيرايبونيوكليز، دوت برضو غلط لأن هما نفس الحاجة. طيب المحتوى الجيني، بص معايا يا دكتور. دلوقتي بالنسبة للدي ان ايه اللي هو العادي اللي احنا عارفينه بعيدا عن البلازميد، فالدي ان ايه دوت بيحمل صفات مهمة لتكاثر ونمو البكتيريا. عاوزك تكتب الكلام ده. لكن البلازميد يا دكتور لا يحمل صفات مهمة لتكاثر ولا نمو البكتيريا، دوت حاجة. ثانيا في خلايا بكتيرية بتخسر البلازميدات وبتكمل نمو عادي جدا ولا أكن في أي مشكلة حصلت. يبقى البلازميد أقل أهمية بكتير من الدي ان ايه الأصل بتاعنا، أو الدي ان ايه اللي هو اللي احنا عارفينه، لأن المحتوى الجيني بتاع البلازميد أقل في الأهمية، أقل في الأهمية. وفي نفس الوقت برضو ان هو بيحمل معلومات مختلفة عن اللي هو موجود على الدي ان ايه بتاعنا اللي احنا عارفينه، بالتالي المحتوى الجيني مختلف. يبقى الإجابة دوت غلط ودي اللي هنختارها. يبقى الإجابة الصح يا دكتور اللي هو رقم د. السؤال اللي بعد كده يا دكتور، الشكل المقابل يوضح الميتوكوندريا. ادرسه ثم حدد أي المخلوقات التالية أو أي المخلوقات يوجد بها التركيب الوراثي ايه. طيب يا جماعة ده كده عبارة عن ميتوكوندريا، اللي واضح قدامي دوت عبارة عن جزيئات دي ان ايه اللي هو رقم ألف، عبارة عن جزيئات دي ان ايه. وزي ما اتفقنا الدي ان ايه الخاص بالميتوكوندريا بيشبه الدي ان ايه الخاص بأوليات النواة. يبقى تعالى ندور هنا على أوليات النواة في الاختيارات. هل هو بعض البدائيات؟ اتفقنا ان البدائيات قبل كده هي نفسها المملكة البدائية اللي هي عبارة عن شوية بكتيريا او انواع البكتيريا اللي احنا اخدناها قبل كده. مش عارف بقى بكتيريا قديمة وبكتيريا مش عارف ايه، كلام دوت مش عليك، ولكن اعرف لي ان البدائيات هي نفسها اوليات النواة اللي هي نفسها البكتيريا. حلو كلام. طيب هل هي بعض البدائيات ولا كل البدائيات؟ اتفقنا بقى ان الدي ان الخاص بالميتوكوندريا بيشبه الدي ان الخاص بالبدائيات او اوليات او اوليات النواة، يبقى مش بعض، يبقى كلها، يبقى دوت غلط. طيب معظم الاوليات الحيوانية، اتفقنا بقى طبعا ان دوت غلط لان الاوليات الحيوانية عبارة عن حقيقيات النواة وليس اوليات النواة، واحنا بنتكلم هنا ان الميتوكوندريا فيها دي ان شبه اوليات النواة. طيب الحقيقيات فقط، دوت غلط. طيب المخلوقات الخلوية، المخلوقات الخلوية دوت صح لان انا لما اجيب لك خلية بكتيرية جواها دي ان ايه بيشبه الدي ان ايه الخاص بالميتوكوندريا، يبقى دوت صح. يبقى الاجابة الصح بالاستبعاد طبعا او بالمعلومة نفسها اللي هو رقم د. اذا كان دي ان ايه في البكتيريا يلتحم بالغشاء عند النقاط A و B و C، ما النقطة التي يبدأ عندها تضاعف الدي ان ايه؟ طبعا احنا اتفقنا ان الدي ان ايه التضاعف بتاعه بيبدأ عند النقطة او عند النقاط اللي بيلتحم فيها غشاء الخلية مع الدي ان ايه، وبالتالي هو بيلتحم في 3 اماكن اللي هما A و B و C. اذا التضاعف بيبدأ عند اي نقطة منهم اللي هو A او B او C، يبقى الاجابة الصح اللي هو رقم د. السؤال اللي بعد كده يا حبايبي، ما المخلوق الذي يغيب عنه الشكل المقابل؟ الشكل المقابل عبارة عن شوية صبغيات أو شوية كروموسومات. الكروموسومات موجودة في حقيقيات النواة. طيب فطر الخميرة دوت من حقيقيات النواة. البراميسيوم من حقيقيات النواة. البكتيريا غلط طبعا لأن هو من أوليات النواة. وتحلب الإسبيروجيرا ده برضو من حقيقيات النواة، يبقى الإجابة الصح اللي هو رقم ج.
أي من الآتي يحتوي على دي إن إيه مثل الموجود في الشكل المقابل؟ الشكل المقابل فيه دي إن إيه ملتحم النهايات، اللي هو الدي إن إيه الموجود في أوليات النواة. طيب هل هو البكتيريا ولا الخميرة ولا خلايا كبد الإنسان؟ البكتيريا معانا صح طبعا لأن هي من أوليات النواة، والخميرة اتفقنا إن هي حقيقيات النواة ولكن جواها دي إن هي عبارة عن بلازميد، وبالتالي دوت برضو صح لأن البلازميد زيه بالظبط زي الدي إن إيه بتاع أوليات النواة، والاتنين مش بيتعقدوا بالبروتين اللي هو الهيستونز والنون هيستونز يعني. وبرضو معانا خلايا كبد الإنسان اللي هي عبارة عن خلايا حقيقيات النواة، ولكن افتكر إن هو كان جواها ميتوكوندريا كتيرة، والميتوكوندريا جواها دي ان ايه شبه الدي ان ايه الخاص بأوليات النواة، بالتالي كل الخلايا اللي معايا دي تنفع. يبقى الإجابة الصح اللي هو 1 و2 و3. السؤال اللي بعد كده يا دكتور: ما النسبة بين كمية القواعد ثنائية الحلقة والبروتينات في الكروموسوم الجنسي X على الترتيب؟ طيب هو هنا عاوز يقارن بين كمية القواعد ثنائية الحلقة اللي هو الأدينين والجوانين اللي هو البيورينات، والبروتينات الموجودة في الكروموسوم الجنسي X. طيب يا دكتور لو انت فاكر هو في الكتاب كان بيقولك ان الكروماتين عبارة عن كميات متساوية من الدي ان ايه والبروتين، فهو هنا عاوز يختبر المعلومة دي ان انت تكون عارف ان الدي ان ايه او كمية الدي ان ايه تساوي كمية البروتين. وانت عارف يا دكتور ان الدي ان ايه دوت عبارة عن شريطين، كل شريط عبارة عن شوية نيوكليوتيدات، واحد الاجزاء المكونة للنيوكليوتيدة اللي هي القاعدة النيتروجينية. لو قلت لك والله ان انا معايا قاعدة نيتروجينية ثنائية هنا او على الشريط دوت، هتقول لي يا دكتور تلقائي ان القاعدة ديت متصلة بروابط هيدروجينية مع قاعدة أحادية الناحية التانية. نفس الكلام لو معايا واحدة ثنائية دايما مرتبطة بواحدة أحادية. طيب لو معايا واحدة أحادية دايما مرتبطة بثنائية. يعني عاوز أقولك إن ال A يساوي ال T، أو دايما ال A متصلة بال T، وال C دايما يساوي ال G. حلو الكلام يا دكتور. يبقى عدد القواعد ثنائية الحلقة يساوي عدد القواعد أحادية الحلقة، يبقى دوت النص ودوت النص. حلو الكلام يا دكتور. طيب تعالى كده نفترض ان كمية البروتين تساوي س. هتقول يا دكتور طبيعي يبقى كمية الدي ان ايه يساوي س، لان انت لسه قايل من شوية ان الكروماتين عبارة عن كميات متساوية من الدي ان ايه والبروتين، وترجع بقى تقسم لي كمية الدي ان ايه دوت لنص، هياخد حلقات ثنائية او قواعد ثنائية الحلقة، ونص هياخد قواعد احادية الحلقة. يبقى دوت بياخد النص وده بياخد النص، وهي نفسها كمية البروتين. إذا النسبة بين القواعد ثنائية الحلقة اللي هي نص، والبروتينات اللي هي 1 أو س غالبا 1/2. يبقى الإجابة الصح 1/2. عاوز اختبر هنا بس إن كمية الدي إن إيه هي نفسها كمية البروتين، وأنت عارف إن عدد القواعد ثنائية الحلقة يساوي عدد القواعد أحادية الحلقة، يبقى كل واحدة هتاخد نص الكمية، والاتنين مع بعض نص، أو الاتنين كل واحد فيهم نص كمية البروتين. يبقى الإجابة الصح 1/2. طيب يا دكتور ما الوحدات البنائية الأساسية للنيوكليوسوم؟ لو انت فاكر النيوكليوسوم دوت كان عبارة عن دي ان ايه وبروتين هيستوني، بروتينات هيستونية، والبروتينات الهيستونية كانت بتحتوي على كميات كبيرة من الأحماض الأمينية اللي هو الأرجينين واللايسين، والأرجينين واللايسين دوت كانوا بيحملوا شحنات موجبة. طيب تعال نبص على الاختيارات. أحماض أمينية موجبة الشحنة دوت صح طبعا، الأرجينين واللايسين اللي هما بيكونوا الهيستونات. ودي اوكسي نيوكليوتيدات دوت صح برضه، لان الدي ان ايه معانا عبارة عن سكر دي اوكسي ريبوز، يبقى دوت صح. طيب رايبو نيوكليوتيدات دوت غلط، احماض امينية غير هيستونية دوت غلط، لان احنا اتفقنا ان هو عبارة عن احماض امينية هيستونية. احماض امينية عديمة الشحنة اتفقنا غلط لان هي موجبة الشحنة. ونيوكليوتيدات دوت صح لكن ده غلط برضه. رايبو نيوكليوتيدات دوت غلط برضه. واحماض امينية هيستونية دوت صح. فيبقى الاجابة الوحيدة اللي معانا اللي نختارها اللي هو رقم ألف. السؤال اللي بعد كده بيقول: ما الذي يميز دي ان ايه في حقيقيات النواة عن دي ان ايه في اوليات النواة؟ هل ان هو يحمل شفرة بناء ار ان ايه بانواع الثلاثة؟ احنا اتفقنا يا دكاترة سواء اوليات النواة او حقيقيات النواة الاتنين بيحملوا الشفرة الخاصة ببناء ار ان ايه والبروتين، يبقى دوت غلط لان ده حاجة مشتركة في الاتنين. طيب يوجد على شكل نيوكليوسومات، نيوكليوسومات دوت يعني دي ان ايه وبروتين هيستوني،
والبروتينات الهستونية دوت حاجة مميزة لحقيقيات النواة، لأن احنا قلنا إن أوليات النواة لا تتعقد بوجود البروتين، يبقى ما فيهاش بروتين، يبقى ده حاجة خاصة بالدي ان ايه اللي هو موجود فيه حقيقيات النواة، وبالتالي دوت صح. طيب يتضاعف قبل انقسام الخلية، دي حاجة بتحصل في الاتنين، سواء في أوليات النواة سواء في حقيقيات النواة، بالتالي ده غلط. يمكن قطعه بواسطة إنزيمات الكسر. طيب يا جماعة، سواء حقيقيات النواة أو أوليات النواة اللي هي البكتيريا، يمكن قطعها طبعا بواسطة إنزيمات الكسر. طالما إنزيم الكسر تعرف على موقع التعرف، خلاص يقدر يقطعه، طبعا باستثناء البكتيريا اللي بيكون جواها وبيكون خاص بيها إنزيمات كسر، هي خاصة بيها أو بتحميها هي. فساعتها كنا بنعمل حاجة إن إحنا بنزود مجموعة الميثايل عشان نبدأ نحمي الدي إن إيه الخاص بالبكتيريا. لكن لو هو داخل على بكتيريا تانية، او لو جبت انزيم كسر من بكتيريا وحطيته في نوع تاني من البكتيريا، يبدا يكسر الدي ان ايه الخاص بيه، مفيش اي مشاكل خالص. او مثلا لو جبت دي ان ايه فيروسي، او لو جبت دي ان ايه خاص بخليه حيوانيه او خلايا حقيقيه اللي هو حقيقيات النواه، دوت كله انزيمات الكسر تقدر تكسره. يبقى بالتالي انزيمات الكسر بتكسر اوليات النواه وحقيقيات النواه، مفيش اي مشاكل خالص. يبقى الاجابه الصح اللي معانا يوجد على شكل نيوكليوسومات، لأن النيوكليوسومات دي حاجة خاصة أو مميزة لحقيقيات النواة وليس أوليات النواة. السؤال اللي بعد كده بيقول: إذا كانت كتلة الكروموسوم السابع تساوي س، فما كتلة البروتينات الغير هستونية فيه؟ طيب يا دكتور، هو عاوز هنا يختبر نفس المعلومة اللي كنا بنقول عليها، إن كمية الدي إن إيه تساوي كمية البروتين. حلو. وهو هنا بيقولك إن كتلة الكروموسوم تساوي س، يبقى س دوت عبارة عن كتلة الدي ان ايه وكتلة البروتين، والاتنين قلنا ان هما متساويين، يبقى دوت نص س ودوت نص س. شيل لي النص س بتاع الدي ان ايه، هيتبقى معايا النص س الخاص بالبروتين. واحنا اتفقنا ان البروتينات عبارة عن بروتينات هستونية وبروتينات غير هستونية. وبرضه يا دكتور اتفقنا ان البروتينات الهستونية موجودة بكميات ضخمة، يعني كمية البروتينات الهستونية أكبر بكتير من كمية البروتينات الغير هستونية. عاوز تقول يا دكتور؟ عاوز أقولك إن إحنا لسه قايلين إن كمية البروتين تساوي نص س، اللي هو عبارة عن بروتينات هستونية وبروتينات غير هستونية. لو اتفقنا إن الهستون أو كمية البروتينات الهستونية تساوي كمية البروتينات الغير هستونية، كل واحدة فيهم هتاخد ربع س، دوت ربع ودوت ربع. طيب لا، احنا ما اتفقناش على كده، احنا قلنا ان كمية البروتينات الهستونية اكبر بكتير جدا، او موجودة بكميات ضخمة، وبالتالي موجودة اكتر بكتير من البروتينات الغير هستونية. يبقى اكيد البروتينات الغير هستونية اكتر من النص، يبقى اكتر من ربع س، اكتر من نص البروتينات، وبالتالي اكبر بكتير جدا من البروتينات الغير هستونية. يبقى الاجابة الصح اكبر طبعا من ربع. الهستونية اكبر من ربع، لكن الغير هستونية اقل من الربع لان هي موجودة بكميات اقل. يبقى الإجابة الصح رقم ج. السؤال اللي بعد كده بيقول: ما التركيب المسؤول عن تحديد وظيفة شفرات الجينات على الدي ان ايه في الشكل المقابل؟ طيب دوت عبارة عن نيوكليوسومات اللي هو دي ان ايه وبروتين، بروتين هستوني، يبقى اكس دوت عبارة عن هستون او بروتينات هستونية، وي واي دوت اللي هو بروتينات غير هستونية. طيب هو بيقول لك وظيفة شفرات الجينات على الدي ان ايه في الشكل المقابل. مين اللي بيحدد وظيفة شفرات الجينات؟ احنا اتفقنا ان البروتينات الهستونية تركيبية فقط. يعني ايه تركيبية؟ يعني بتدخل في تركيب الكروموسومات، لكن الغير هستونية تركيبية وتنظيمية. يبقى في شوية منهم بيدخلوا في تركيب الكروموسومات، وشوية تانية اللي هم التنظيميين بيدخلوا في تنظيم أو تحديد وظيفة شفرات الجينات على الدي ان ايه. يبقى الإجابة الصح اللي هو رقم زد اللي هو ج. لكن البروتينات الهستونية وظيفتها الوحيدة بتدخل في تركيب الكروموسومات، لكن هل هي بتنظم أي حاجة؟ هل هي بتحدد وظيفة أي حاجة؟ لا طبعا. يبقى الإجابة الصح اللي هو ج. ما طول الدي ان ايه على الأقل في حزمة عضلية هيكلية تحتوي كل ليفة منها على 3 أنوية؟ طيب يا دكتور، احنا اتفقنا ان على الأقل ده يعني عاوز أقل عدد من الألياف العضلية، واللي هو عددهم في الحزمة كام؟ من 5 ل100، وهو عاوز على الأقل فأخد أقل عدد اللي هو 5.
يعني انا معايا 5 الياف عضلية، وهو هنا بيقولك ان كل ليفة عضلية فيها 3 انواع، يعني دي ليفة فيها نواة ونواة ونواة، نفس الكلام في الباقي. اضرب 3 في 5 يطلع معاك في الاخر 15. يعني انا معايا دلوقتي 15 نواة. حلو الكلام يا دكتور. احنا قلنا النواة الواحدة لو انا طلعت الدي ان ايه الخاص بيها وفردته على الاخر، طول الدي ان ايه في خلية الانسان لو فردته بيوصل ل 2 متر. طيب يا دكتور دلوقتي انا معايا 15 نواة، يعني معايا 15 دي ان ايه، فاضرب ال 15 في 2 هيطلع معايا 30. يبقى الاجابة الصح 30 متر. طيب يا حبايبي السؤال اللي بعد كده بيقول: أمامك صورة أحد الصبغات في الطور الاستوائي أثناء انقسام الخلية، ما نوع البروتينات التي لها دور في وجود هذا الصبغ بهذا الشكل؟ طيب يا دكاترة لو احنا فاكرين كان بيكون معانا دي ان ايه، بعد كده باستخدام البروتينات الهستونية بيبدأ يتحول لنيوكليوسومات، بروتينات هستونية، وبعد كده لما أضيف شوية البروتينات الغير هستونية يبدأ أو أبدأ أوصل في الآخر للكروماتين المكثف. وده صورة الكروماتين المكثف اللي هو الكروموسومات أو الصبغيات في حالة تضاعف الخلية. حلو الكلام يا دكتور. طيب هو الكتاب بصراحة مجاوبها البروتينات الغير هستونية التركيبية، وأنا فاهم قصده إن هو عاوز يقولك يعني إن اللي بيحدد الشكل الفراغي لجزيء الدي إن إيه اللي هو البروتينات الغير هستونية التركيبية. ولكن بصراحة ما احنا كان معانا في الأول شوية نيوكليوسومات، وانا عشان اصلا اوصل للشكل الفراغي ده كنت محتاج برضو ان انا اكون النيوكليوسومات، بالتالي كنت محتاج البروتينات الهستونية. فلو هنتكلم بشكل مباشر اللي هيوصلني للمرحلة دي الغير هستونية، لكن انت ما قلتش بشكل مباشر، انت بتتكلم بشكل عام. ايه اللي بيوصلك للمرحلة دي او ايه اللي بيوصلك للصورة دي؟ البروتينات الهستونية وغير الهستونية، لان الهستونية بتكون نيوكليوسومات، وبعد كده بقى نبدأ ندخل دور البروتينات الغير هستونية في الموضوع. فانت كنت المفروض تحدد هل تقصد البروتينات اللي ليها دور مباشر في الموضوع ولا اللي ليها دور عموما. لو ليها دور مباشر يبقى طبعا الغير هستونية تركيبية، لكن لو عموما الهستونية وغير الهستونية ليهم دور في الموضوع. لكن لو هنختار على تفكير واضع السؤال، طبعا هنختار غير هستونية تركيبية. المفروض بقى نعدل او نكتب جنب السؤال لها دور مباشر، يبقى دوت التعديل بتاعنا. السؤال اللي بعد كده بيقول: ما عدد جزيئات الدي ان ايه في نواة الطليعة المنوية؟ نواة الطليعة المنوية كان عدد جزيئات الدي ان ايه فيها نون، مفيش اي مشاكل خالص. هل هو 23؟ طبعا 23، لان النون دوت اللي هو 23 مفيش اي مشاكل. طيب 46 غلط لان ده 2 نون. طيب 92 غلط برضو. طيب مثل البويضة، احنا اتفقنا يا دكتور ان البويضة النواة فيها عبارة عن نون، ولكن ما تنساش برضو ان البويضة عبارة عن نواة وسيتوبلازم، والسيتوبلازم فيه عضيات زي الميتوكوندريا، والميتوكوندريا بيكون جواها جزيئات دي ان ايه برضو مفيش اي مشاكل خالص. يبقى الفكرة او الاجابة ان هو هنا بيسألك عن نواة الطليعة المنوية وليس الطليعة المنوية كلها، وهنا بيقول لك البويضة وليس نواة البويضة. يبقى انا هنا بسأل بس عن نواة الطليعة المنوية اللي هي نون، لكن هنا البويضة بالكامل غلط طبعا، لان نواة البويضة عبارة عن نون، ولكن ستيل معانا برضو شوية عضيات فيها جزيئات دي ان ايه زي الميتوكوندريا. يبقى الإجابة الصح أو الأوضح أو الأشمل أو اللي أنت متأكد منها 100% تاخدها، اللي هو رقم ألف. ما المخلوق الذي يوجد به بلازميدات ونيوكليوسومات؟ طيب احنا عارفين يا دكتور إن النيوكليوسومات دي حاجة خاصة أو مميزة بحقيقيات النواة. يبقى احنا دلوقتي بنتكلم في خلايا حقيقيات النواة، ولكن فيها بلازميدات. الخلايا الوحيدة اللي في حقيقيات النواة اللي جواها بلازميدات اللي هو فطر الخميرة. يبقى الإجابة الصح اللي هو فطر الخميرة. السؤال اللي بعد كده بيقول: أي العمليات الحيوية التالية حدثت للشكل المقابل؟ كان معايا خلية فيها شوية كروموسومات، بعد كده الخلية بقت بالوضع ده. كل اللي حصل يا جماعة تضاعف المادة الوراثية. كان معايا هنا مثلا 2 نون كروموسوم، هما نفسهم 2 نون كروموسوم، ودي فكرة شرحتها مليون مرة في كل حصة قبل كده تقريبا. ولكن الفرق هنا ان بدل لما كل كروموسوم كان بواحد جزيء دي ان ايه، كل كروموسوم هنا بقى ب2 جزيء دي ان ايه، كل كروموسوم هنا بقى ب2 كروماتيد. فاهمين يا جماعة؟ تعالى كده نرسمها ونوضحها بشكل افضل. بصوا كده معايا، دوت كروموسوم ودوت كروموسوم. الكروموسوم ده يا جماعة فيه 2 جزيء دي ان ايه، ادي جزيء دي ان ايه وادي جزيء دي ان ايه. طبعا ده رسم كروكي ولكن بوضح لك الفكرة.
الكروموسوم دوت فيه 1 جزيء دي ان ايه، يبقى ده الفرق بينهم. ده عبارة عن 2 كروماتيد، ده عبارة عن 1 كروماتيد. يبقى ده الفرق بين الخليتين. فكرة شرحناها مليون مرة، مفيهاش اي مشاكل خالص. طيب تعال نبص على الاختيارات كده. تضاعف وتكثيف وثبات العدد الصبغي. تضاعف صح، المادة الوراثية أو جزيئات الدي ان ايه حصل فيها تضاعف. الأول كان فيه 1 جزيء مثلا لكل كروموسوم، التاني بقى فيه 2 جزيء لكل كروموسوم. طيب تكثيف برضو صح، مفيهوش أي مشاكل. ثبات العدد الصبغي أو الصبغي صح برضو، لأن احنا اتفقنا لو دوت العدد الصبغي بتاعه أو عدد الكروموسومات فيه 2 نون، دوت برضو هتلاقي فيه 2 نون. لو دوت نون، دوت برضو هتلاقي فيه نون. حلو كلام. يبقى دوت نفس عدد الكروموسومات، ادي 1 مثلا 2، ادي 1 2، نفس العدد بالظبط. ده بالنسبة للعدد الصبغي، يبقى دوت الإجابة الصح. طيب تضاعف وتكثيف وثبات كمية الدي ان ايه، اتفقنا لأ طبعا، لأن هنا حصل تضاعف في كمية الدي ان ايه، وضحت لك الفكرة. طيب تضاعف وتكثيف وثبات لعدد الكروماتيدات، قلنا لأ برضو، لأن عدد الكروماتيدات زاد برضو للضعف، يبقى ده غلط. طيب تكثيف ثم تضاعف وتغير العدد الصبغي، غلط طبعا، يبقى الإجابة الصح اللي هو رقم ألف. ما النسبة التي تمثلها الجينات المسؤولة عن بناء البروتينات و RNA في حقيقيات النواة؟ اتفقنا إن الجينات المسؤولة عن بناء البروتينات و RNA حوالي أقل من 70%. سؤال مباشر جدا. ادرس الشكل ثم أجب. ما العملية التي يستخدم فيها التركيب الموضح بالشكل؟ طيب كان معايا دلوقتي كروماتين مكثف، بدأت أفك الالتفاف لحد ما وصلت لمستوى النيوكليوسومات اللي هو عبارة عن دي ان ايه وبروتينات هستونية. واتفقنا ان العملية دي بتحصل او لازم ابدأ افك الالتفاف لحد ما اوصل لمستوى النيوكليوسومات لو عاوز اعمل تضاعف للدي ان ايه. يبقى هل هو تضاعف الدي ان ايه في الخلية البكتيرية؟ اتفقنا ان الدي ان ايه البكتيري لا يتعقد بالبروتين، مفهوش بروتين، عبارة عن دي ان ايه بس، وبالتالي دوت غلط. طيب انقسام الخلية البشرية، دوت برضو غلط. هل انت سمعت ان الهستونات ليها دور في انقسام الخلية؟ هي مش بتقسم الخلية، هي كل دورها بيكون في تضاعف الدي ان ايه. طيب انقسام الخلية البكتيرية دوت غلط خالص. طيب تضاعف دي ان ايه في الخلية البشرية، يبقى دوت هو الصح، لان فعلا الهستونات او النيوكليوسومات عموما ليها دور في تضاعف الدي ان ايه في الخلية البشرية، يبقى الإجابة الصح رقم د. السؤال اللي بعد كده، إذا كان بي يعني جين تكوين بروتين، وآر يعني جين نسخ ار ان ايه، وايه يعني جين غير معلوم الوظيفة، وان يعني تتابع مثل اي جي اي اي جي، ادرس الجدول التالي ثم اجب. هو في الأول بيسألك عن عدد الجينات الكلي. طيب يا دكاترة، بالنسبة لبي يدخل في تكوين البروتين، يبقى دوت جينات معانا. طيب بيدخل في نسخ الار ان ايه دوت معانا. طيب جين غير معلوم الوظيفة، هو جين غير معلوم الوظيفة، ولكن ستيل ان هو جين، بس احنا مش عارفين الوظيفة بتاعته، يبقى دوت برضه هنحسبه معانا. لكن ان يعني تتابع مثل اي جي اي اي جي، دوت طبعا تتابع لا يمثل شفرة، اي لا يمثل جينات، وبالتالي دوت هنستبعده. تعالوا نعد كده مع بعض. عد كله او عد عدد الجينات كلها، ولكن هنشيل منه ان، دوت ان معانا اهوت، ودوت ان. يبقى لو انت جيت تعدهم كلهم، دوت 10 اظن، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، واللي تحت برضو 10، شيل منهم 2 يبقى 18. يبقى ده غلط وده غلط. طيب نوع بي وار، اتفقنا بقى ان بي دوت بيدخل في تكوين البروتين، وار بيدخل في نسخ الار ان ايه. الاتنين مع بعض بيمثلوا اقل من 70% او حوالي 70%، يبقى بينتموا ل 70%، يبقى دوت غلط، يبقى الاجابة اللي هنختارها اللي هو رقم باء. يعتقد العلماء أن ظهور بعض الأمراض يرجع لسبب وراثي، لذا فإن الجينات المتحكمة في ظهور هذه الأمراض ينتمي إلى المحتوى الجيني الذي يمثل طبعا 30%، لأن 70% دوت الخاص ببناء ال RNA والبروتين، لكن الباقي عبارة عن يا جينات غير معلومة الوظيفة، يا محتوى لا يمثل شفرة أو لا يمثل جينات، يبقى اللي هو 30%. في الشكل المقابل، A تدل على التشابه بين المحتوى الجيني في الحقيقيات والبدائيات. ماذا تمثل A؟ هل هو عدد الجينات؟ اتفقنا يا جماعة ان عدد الجينات طبعا لازم يختلف من كائن حي لكائن حي اخر، وطبعا هيختلف بين الحقيقيات والبدائيات. طيب نوع الجينات، احنا اتفقنا ان في فرق بين انواع الجينات في حقيقيات واوليات النواة. يعني مثلا الجينات المهمة للخلية البكتيرية، الجينات المسؤولة عن التضاعف، مثلا تضاعف المادة الوراثية، او تكاثر البكتيريا، او نمو الخلية البكتيرية، الحاجات دي كلها بتكون مهمة بالنسبة لها، او جينات مهمة بالنسبة لها. لكن بالنسبة للإنسان أو بعض الكائنات مثلا عندنا أنواع مختلفة من الجينات،
زي جين لون الشعر مثلا، جين لون العين، جين هرمون الانسولين، جينات الانزيمات. دي كلها حاجات بتكون مختلفة بين حقيقيات وأوليات النواة أو البدائيات يعني. فبالتالي أنواع الجينات طبعا مختلفة، لأن البكتيريا هو غرضها إن هي تتكاثر وتكبر وتنمو خلاص، لكن حقيقيات النواة بيكون فيها تفاصيل أكتر، فده غلط. طيب مكان الجينات، اتفقنا بقى إن الجينات بتحمل في حقيقيات النواة على كروموسومات أو صبغيات، اللي هو عبارة عن دي إن إيه وبروتين. لكن بالنسبة لأوليات النواة، الدي إن إيه بيكون ملتحم النهايات ولا يتعقد بوجود البروتين، فبالتالي المكان مختلف برضه. طيب وظائف الجينات، أي جين غرضه إظهار صفة وراثية معينة، يعني يكون بروتين معين، ده حاجة مشتركة بينهم، وبالتالي وظائف الجينات مشتركة في الاتنين، يبقى دوت الإجابة الصح. أي مما يأتي في خلية السلمندر أكبر منه في خلية كبدية للإنسان. هو هنا عاوز الحاجة اللي موجودة في السلمندر أكتر أو بكمية أكبر من الإنسان، اللي هو كمية البروتينات الهستونية. احنا اتفقنا إن المحتوى الجيني أو كمية ال DNA في السلمندر أكبر 30 مرة من الموجودة في الإنسان. بالتالي لو أنا معايا DNA كبير جدا و DNA صغير جدا، أكيد ال DNA الكبير دوت عشان يتعقد أو عشان يبدأ يتكثف محتاج هستونات أكتر، محتاج بروتينات هستونية أكتر، لأن كل ما ألف أكتر كل ما أكون محتاج أملى الفراغات دي ببروتينات هستونية. وبالتالي اللي عنده جزيئات دي ان ايه أكتر أو عنده كمية دي ان ايه أكتر 30 مرة، هو اللي محتاج بروتينات هستونية أكتر عشان أبدأ أكثفه وأبدأ أخليه ياخد حيز صغير من النواة. حلو الكلام، يبقى دوت معانا فعلا صح. طيب أنواع البروتينات طبعا غلط، لأن الإنسان عنده صفات معقدة أكتر وعنده وظائف معقدة أكتر، فبالتالي محتاج أنواع أكتر من البروتينات. كمية البروتينات برضو الإنسان أكبر كمية البروتينات، دوت غلط. وأنواع النيوكليوتيدات هي نفس الأنواع في حقيقيات النواة أو في الحاجات اللي جواها دي إن إيه. بالتالي دوت غلط برضو، يبقى الإجابة الصح الوحيدة رقم ألف. الرسم البياني يوضح النسبة بين كمية دي إن إيه وكمية البروتين التي تنتجها 4 خلايا لكائنات حية مختلفة. ما الذي يمكن استنتاجه بالنسبة للكائن ألف؟ لو أنت لاحظت الكائن ألف فيه كمية الدي إن إيه قريبة جدا جدا لكمية البروتين، ده معناه ان الدي ان ايه بيديك كمية بروتينات كبيرة. يعني الكلام دوت يا دكتور؟ لو انت فاكر بالنسبة لحقيقيات النواة، كان اقل من 70% من الدي ان ايه بتاعها بيدخل في تكوين ار ان ايه وبروتين. حلو الكلام، لكن الباقي طبعا كان عبارة عن جينات غير معلومة الوظيفة. لكن بالنسبة لأوليات النواة يا دكتور، كان معظم الدي ان ايه، معظم المحتوى الجيني بيدخل في تكوين ار ان ايه والبروتين. يعني كمية البروتين بالنسبة لكمية الدي ان ايه كبيرة جدا، لان معظم الدي ان ايه عمال يديني في بروتينات. لكن فوق في حقيقات النواة اقل من 70% والله اللي بيدخل في تكوين البروتين، والباقي جينات غير معلومة الوظيفة. يعني معاه كمية بروتين بالنسبة لكمية الدي ان ايه اقل طبعا من اوليات النواة. يبقى لو جيت ابص هنا هلاقي ان كمية البروتين قريبة جدا جدا لكمية الدي ان ايه، وبالتالي معظم الدي ان ايه في الخلية ألف بيدخل في تكوين البروتين. يبقى الإجابة الصح اللي هو ألف دوت هيكون أوليات النواة. تعال نبص على الاختيارات. يعتبر من أوليات النواة دوت صح، حقيقيات النواة دوت غلط، صاحب أكبر محتوى جيني دوت غلط، كمية دي ان ايه التي تمثل شفرة أقل من 70%. اتفقنا إن ده بقى خاص بحقيقيات النواة. وطبعا صاحب أكبر محتوى جيني دوت طبعا مش خاص بأوليات النواة برضو، يبقى الإجابة الصح اللي هو رقم ألف. في الشكل المقابل ماذا يمثل اكس في الحقيقيات؟ هو هنا مديك العلاقة بين اكس وبين درجة الرقي. كل ما اكس بيزيد كل ما درجة الرقي بتقل، واحنا عارفين ان درجة الرقي مرتبطة بكمية البروتين، يبقى كل ما درجة الرقي بتقل كل ما كمية البروتين بتقل. فانا عاوز هنا الحاجة اللي لما بتزيد بتقلل درجة الرقي، الحاجة اللي لما بتزيد بتقلل كمية البروتينات. حلو الكلام يا دكتور. تعال نبص كده على الاختيارات. 1 AG دوت اتفقنا ان هو تتابع لا يمثل شفرة، بالتالي لما ازود كميته عمال ازود كميته هو مش بيديني بروتين، يبقى كل لما ازوده كمية البروتين اللي بنتجها هتقل، بالتالي درجة الرقي هتقل، يبقى دوت الإجابة الصح. طيب عدد الجينات، كل لما عدد الجينات يزيد كل لما ده هيديني بروتينات اكتر، وبالتالي دوت غلط لان ده بيزود درجة الرقي. نوع الجينات برضو ملوش علاقة. تكرار الجينات كل لما هيزيد
كل ما نفس الموضوع هيحصل، او ان هو يزود فيه كمية البروتين، وبالتالي ده غلط. يبقى الإجابة الصح اللي هو رقم أ. أي الخواص التالية تدل على درجة تعقيد الكائن الحي ودرجة تطوره؟ هل هو كمية DNA التي توجد في خلاياه؟ ملوش علاقة، لأن عندك حيوان زي السلمندر كمية DNA اللي موجودة في الخلايا بتاعته أكبر 30 مرة من الموجودة في خلايا الإنسان، ومع ذلك برضو بينتج بروتينات أقل. طيب عدد أنواع الأحماض الأمينية برضو غلط. هو اللي بيفرق معايا في درجة تعقيد الكائن الحي أو درجة رقي الكائن الحي اللي هو كمية البروتين المتكونة في خلاياه. يبقى دوت الإجابة الصح. السؤال اللي بعد كده يا دكتور، إذا كان عدد قواعد السيتوزين في أحد خلايا الإنسان 1,000,000 قاعدة، فما عدد قواعد الجوانين في أحد خلايا حيوان السلمندر؟ طبعا واحد دلوقتي مفكرش في السؤال، أو مجرد ما يشوف الإنسان والسلمندر أقول لك يا دكتور ده ده ب1,000,000 قصدي، يبقى ده ب30 مليون على طول، ويخبط السؤال 30 مليون وما يفكرش كويس، وبالتالي ياخد الإجابة غلط. يا جماعة احنا عاوزين نفكر في السؤال قبل ما نحله، هو دوت الفكرة، أو دوت يعني الفرق الوحيد بين الشاطر او اللي بيدخل يحل صح واللي بيدخل يحل غلط. مش معلومات خالص، انتوا كلكم عندكم نفس المعلومات، لكن في واحد بيركز ويفكر بالراحه، وفي واحد مش بيفكر او مش بيركز. مشكله التركيز دي هي المشكله اللي بتنقص ناس كتير في الدرجات. طيب تعال نفكر في السؤال مع بعض. هو هنا مديني 1,000,000 قاعده سيتوزين، حلو الكلام، دي مليون، واحنا عارفين السيتوزين متصل او مرتبط مع الجوانين، يبقى ده مليون وده مليون، الاتنين مع بعض ب2 مليون، حلو الكلام. ولكن يا دكتور انت اتبقى معاك لسه الاي والتي ما جبناش عددهم. انت عارف ان الاي مرتبط بالتي، انت معاك دول مع بعض ب2 مليون، لكن دول لسه ما جبناهمش، بالتالي كمية الدي ان ايه او كمية القواعد الكلية الموجودة على الدي ان ايه انا ما جبتهاش. يبقى لو دي خلية انسان وده الدي ان ايه، كل اللي انا عملته ان انا جبت كمية السيتوزين والجوانين، حلو الكلام. ولكن لما انا باجي اقارن كمية الدي ان ايه يا دكتور الموجودة في الانسان بكمية الدي ان ايه الموجودة في السلمندر، انا بقارن كمية الدي ان ايه الكلية. يعني اللي احنا قلناه ان كمية الدي ان ايه في السلمندر تساوي 30 مرة كمية الدي ان ايه في الانسان، لكن هل حددنا اي نسب؟ هل قلت لك ان السيتوزين في الانسان بكذا يبقى السلمندر بكذا؟ هل قلت لك ان الجوانين في الانسان بكذا يبقى السلمندر بكذا؟ لا طبعا ما قلناش الكلام ده. يبقى حتى يا دكتور لو انا قلت لك، يعني بص بعيد عن السؤال ده خالص، لو انا قلت لك ان انا معايا مليون سيتوزين زي ما هو عامل في السؤال، وقلت لك ان انا معايا مليون صايمين، ما اقدرش برضو احدد كمية الجوانين في السلمندر. حتى لو انا معايا توزيعة كل القواعد النيتروجينية في الانسان، ما اقدرش اجيب توزيعة حاجة في السلمندر، بس اقدر اجيب كمية الكلية للقواعد كلها في السلمندر. يعني اقدر اجيب كمية الدي ان ايه كلها، لكن التوزيع نفسها لا طبعا، لازم تديني اي اشارة او اي دليل. يبقى الاجابة الصح غير معروفة طبعا، لا يمكن التحديد. لكن لو مديك كمية القواعد النيتروجينية كلها الموجودة في الانسان، اقدر منها اجيب كمية القواعد النيتروجينية الموجودة في السلمندر بالكامل، وليس توزيع القواعد. يبقى الاجابة الصح زي ما اتفقنا رقم د. الشكل المقابل يوضح احد انواع الطفرات. عند حدوث طفرة من هذا النوع، اي تغيرات التالية قد تحدث للبروتين الناتج بعد حدوث الطفرة؟ دلوقتي الطفرة اللي معايا دي طفرة جينية، لان انا غيرت في تركيب الجين نفسه، لكن ما جيتش ناحية الكروموسومات. لما باجي ناحية الكروموسوم واغير في العدد او في التركيب بتاعه، دوت بنسميها طفرة صبغية. لكن هنا احنا بنتكلم عن الجين نفسه، فتبقى دي طفرة جينية. طفرة جينية يعني انا بغير في تركيب الجين نفسه. طيب اول حاجة تغير تركيب البروتين، احنا عارفين ان البروتين عبارة عن شوية احماض امينية، كل حمض اميني ليه شفرة او ليه جين او ليه كودون خاص بيه. فلما انا اغير والله في الشفرة او في الجين، انا دلوقتي شلت السي وحطيت مكانها تي، مش ده ممكن يغير في تركيب الحمض الاميني في شفرة الحمض الاميني؟ بالتالي لما اغير في الحمض الاميني البروتين كله هيتغير. الله اكبر الله اكبر. طيب لو انا غيرت في تركيب الحمض الاميني، مش دوت هيغير في تركيب البروتين بالكامل؟ يبقى دوت كده هيغير تركيب البروتين، يبقى ده صح. طيب انتاج سلسلة عديد بيبتايد اكثر فيها الطول، دوت برضو وارد جدا يحصل، مفيهوش اي مشكلة، لان لو انا استبدلت الشفرة بتاعتي بكودونات الوقف، ساعتها عملية الترجمة هتقف، وبالتالي البروتين هيقف عند مرحلة معينة، او هيديني عديد بيبتايد اقصر في الطول. طبعا مفيش اي مشاكل. حتى لو انت لاحظت هنا السي بدأت تتحول لتي. طيب لو جينا على الار ان ايه، هو معانا يو اي جي،
أو مثلا UGA أو UAA. الأقرب هنا UAG طبعا، كودون واقفة، بالتالي عملية الترجمة هتقف، أو تكوين البروتين هتقف، بالتالي إنتاج سلسلة عديد بيبتايد أكثر في الطول دوت صح. طيب عدم تغير البروتين دوت احتمال وارد برضه، لأن في معايا بروتينات أو قصدي أحماض أمينية، معايا أحماض أمينية ليها أكتر من شفرة. إيه الكلام دوت طبعا هنفهمه بعد كده في الدروس اللي جاية، ولكن أعرف لي بكل بساطة إن الحمض الأميني أو كل حمض أميني بيكون لي إما شفرة خاصة بيه أو شفرات خاصة بيه. يعني في حمض أميني أو أحماض أمينية ليها أكتر من شفرة. لو هو ليه شفرة واحدة فأنا غيرتها، ساعتها تركيب الحمض الأميني هيتغير بالكامل، بالتالي تركيب البروتين هيتغير. طيب لو هو ليه أكتر من شفرة، فأنا ممكن لو أنا غيرت واحدة أحولها لواحدة تانية عادي، مفيش أي مشاكل، بالتالي يكون لي نفس الحمض الأميني. وبرضو في احتمال تالت خالص، ان انا ممكن اغير الشفرة بتاعتي واخليها بدل ما هو كان شفرة بتديني بروتين احولها لكودون وقف اللي هما UAG و UAA و UGA. طبعا الكلام دوت بعد ما نوصل لل RNA، لكن هو هنا بيتكلم على DNA نفسه، فانت بقى بتحسبها وتبدأ تشوف. لكن الاحتمالات اللي معايا 1 و2 و3، كل ده وارد جدا، مفيهوش اي مشاكل خالص. أي ممالي لا يعتبر طفرة عند حدوث الإخصاب. طيب يا جماعة، الحيوان المنوي الطبيعي، إما 22 زائد إكس، يا إما 22 زائد واي. أما بالنسبة للبويضة، البويضة الطبيعية 22 زائد إكس. أي حاجة تلاقيها موجودة هنا غير كده يبقى دوت طفر. فالإجابة الوحيدة الطبيعية اللي أنت هتختارها اللي هو الحيوان المنوي 22 زائد واي، والبويضة 22 زائد إكس. الباقي هتلاقي فيه شوية تغيرات، يعني ده مثلا 22 زائد زيرو دوت غلط، لأن أنت كده شلت الكروموسوم إكس دوت، أنت زودت كروموسوم إكس دوت، برضو أنت زودت كروموسوم إكس. يبقى الإجابة الصح اللي معايا اللي هو رقم ج. ما وجه التشابه بين الكروموسومات الموجودة بالشكل؟ علما بأن الكروموسوم واحد هو القياسي، كان معايا كروموسوم قياسي بالشكل دوت أو الكروموسوم الطبيعي. بعد كده لو انت لاحظت، رحت فصلت جزء وشقلبته أو لفيته 180 درجة، فبقى دوت فوق ودوت تحت. بعد كده رحت زودت عليه جزء، بعد كده رحت نقصت عنه جزء أو قطعت جزء. دي كلها عبارة عن طفرات صبغية، يعني بتحصل في الكروموسوم تركيبية، بغير في تركيب الكروموسوم وليس العدد. يبقى الإجابة الصح اللي هو 2 و3 و4 عبارة عن طفرات صبغية تركيبية. هل في طفرات في الجينات؟ لا، ملوش علاقة. طفرات جينية يعني أنا بجيب جين أو ترتيب معين من القواعد وأبدأ أغير فيه، يعني مثلا AUG CCC TTT، بدأت أغير في أي قاعدة من القواعد دي اسمها كده طفرة جينية. لكن طفرة صبغية إن أنا بغير في تركيب الصبغ كله أو في عدد الصبغات كلها. يبقى الإجابة الصح اللي معايا اللي هو رقم ده طفرة صبغية تركيبية. سؤال مباشر جدا وموجود في الكتاب. أي الطفرات التالية لا تورث؟ يعني إيه طفرات لا تورث؟ يعني مش بتنتقل من الآباء للأبناء. طيب التي تحدث في النواة المولدة لحبة اللقاح؟ النواة المولدة طبعا بتنتقل للجنين، بالتالي بتتورث عادي، مفيش أي مشكلة. التي تحدث في الخلايا السمتية، الخلايا السمتية بتتحلل، بالتالي هي بتموت ومش بتنتقل أو ملهاش أي علاقة خالص بالجنين أو بالنباتات اللي بعد كده. طيب التي تحدث في ساق نبات يتكاثر خضريا، هو النبات بيتكاثر خضريا، فأنا رحت وجيت على ساق فيها طفرة وبدأت أنميها خضريا، فانتقلت إلى الأبناء، مفيش أي مشكلة خالص، أو إلى النبات الجديد، يبقى دوت بيتوارث. طيب التي تحدث في خلية البيضة، دوت برضو بتنتقل للجنين أو النبات اللي بعد كده، فيبقى دوت غلط مش معانا. يبقى الإجابة الصح الوحيدة التي تحدث فيها الخلايا السمتية، لأن الخلايا السمتية بتتحلل. ما الذي يترتب على حدوث الشكل المقابل في صفات الكائن الحي؟ دلوقتي كان معايا صبغي أو كروموسوم، الجزء ده بدل ما هو كان كده، رحت أنا زودت عليه جزء كمان شبهه بالظبط. هل هو رقم 1 تضاعف حجم الثمار؟ لا طبعا، لأن حجم الثمار دوت عبارة عن طفرة صبغية عددية، لكن دي طفرة تركيبية. طيب تحول الصفات الضارة لصفات مفيدة؟ لا طبعا. في الغالب الطفرات بتؤدي إلى صفات ضارة وليست مفيدة. تشوهات خلقية أو خلقية دوت صح، لأن معظم الطفرات غير مفيدة أو ضارة. تظل صفات الجسم كما هي دون تأثر؟ لا طبعا، لأن الجين اتغير أو الكروموسوم اتغير، بالتالي الجينات المحمول عليه اتغيرت، بالتالي الصفات اتغيرت، يبقى ده غلط. يبقى الإجابة الصح اللي معانا أو المحتملة اللي معانا اللي هي تشوهات خلقية. لكن تضاعف حجم الثمار ده طفرة عددية وليست تركيبية، اللي معايا دلوقتي حصل تغير في تركيب الكروموسوم.
السؤال اللي بعد كده بيقول ما الذي يترتب على عدم حدوث الخطوة صاد. الخطوة صاد اللي هو انقسام الخلية. كان مثلا معايا دوت 2 نون ودوت 2 نون. بدأت الخلية تنقسم، كل خلية خدت 2 نون، فبقى ده 2 نون وده 2 نون. ده انفصال الخلية أو انقسام الخلية. طيب لو الخطوة دي فشلت، انقسام الخلية فشل، هيتبقى معايا خلية واحدة فيها 2 نون وفيها كمان 2 نون، يعني فيها 4 نون. بالتالي حصل تضاعف في عدد الكروموسومات، يعني حصل تضاعف صبغي. طيب هل هو طفرة جينية؟ لأ طبعا. طيب حالة ترنر اللي هو بيكون 44 زائد إكس، يعني كل اللي عملته إن أنا شلت كروموسوم واحد بس، لكن ده حصل فيه تضاعف في الكروموسومات، يبقى ده غلط. طيب حالة كلانفلتر اللي هو 44 أو ذكر كلانفلتر اللي هو 44 زائد إكس إكس واي، كل اللي عملته إن أنا زودت كروموسوم، فيبقى دوت غلط برضو. فيبقى الفكرة الصح والإجابة الصح اللي هو طفرة صبغية عددية، حصل تضاعف في العدد الصبغي. بدل ما هو في الطبيعي بتكون كل خلية 2 نون، لا ظهر معايا خلية 4 نون، يبقى الإجابة الصح اللي هو رقم ج. السؤال اللي بعد كده ادرس الرسم البياني الذي يوضح كمية DNA داخل إحدى الخلايا النباتية خلال الفترتين ألف وباء، ثم أجب ما عدد الخلايا التي سوف تتكون في نهاية الفترة باء. كان معايا في المرحلة ألف كمية DNA ب2، بعد كده في المرحلة باء أو في نهاية المرحلة باء كمية DNA بقت ب6، يعني ضربنا في 3، يعني 3 أضعاف كمية DNA في المرحلة ألف. تعال نبص على الاختيارات. خلية واحدة بيها 3 أمثال المادة الوراثية بالخلية الأصلية، أظن دوت صح. أنا دلوقتي كان معايا 2 بقوا 6، فهي نفس الخلية وحصل تضاعف إن الخلية بقى فيها 3 أمثال المادة الوراثية، فدوت صح. خلية واحدة بيها 4 أمثال، دوت غلط. 9 خلايا بكل خلية 4 أمثال. طيب تعالى نحسبها كده، 9 خلايا يعني 9، كل خلية فيها 4 أمثال، اضرب في 4 يعني 36. يعني بدل ما هي كانت في الأول ب2، اضرب 36 في 2، يعني المفروض تلاقي فيها 72 جزيء DNA. المفروض تلاقي فيها 72 جزيء DNA، يبقى دوت غلط برضه. 8 خلايا بكل منها نفس كمية المادة الوراثية للخلية الأصلية. 8 خلايا نفس كمية المادة الوراثية اللي هما كانوا 2، يبقى 8 في 2 16، يبقى دوت غلط. يبقى الإجابة الصح اللي معايا الوحيدة اللي هي رقم ألف. أي التراكيب الكروموسومية التالية يعتبر تضاعف صبغي في ذكر نحل العسل؟ ذكر نحل العسل اللي هو نون، فالتضاعف الصبغي بتاعه يعني الكروموسومات تتضاعف اللي هو نون في 2، يعني 2 نون. الإجابة الصح رقم ألف. أي التراكيب الكروموسومية التالية تدل على طفرة حقيقية لجيل واحد؟ طفرة حقيقية يعني بيحصل فيها توارث عادي، مفيش أي مشكلة، ولكن لجيل واحد يعني بتنتقل لجيل وبعد كده يحصل عقم، أو مش بتنتقل للجيل اللي بعد كده. تعال نشوف أول حاجة 44 زائد إكس إكس واي، ده اللي هو ذكر كلاينفلتر، وعلى فكرة ذكر كلاينفلتر دوت عقيم. طيب تعال نعرف هو حصل إزاي. كان معايا حيوان منوي 22 زائد إكس واي، ومعايا بويضة 22 زائد إكس، دوت مثال، فيروحوا يتجمعوا مع بعض يدوني في الآخر 44 زائد إكس إكس واي، دوت مثال. ممكن مثلا معايا حيوان منوي طبيعي 22 زائد واي، ومعايا بويضة 22 زائد إكس إكس، فيروحوا يتجمعوا برضو ويعملوا لي ذكر 44 زائد إكس إكس واي. طيب يبقى الطفرة دي انتقلت لمدة جيل واحد، اللي هو من الجيل ده للجيل ده، لكن بعد كده معانا الذكر كلاينفلتر عقيم، بالتالي مش بيخلف، بالتالي مش هيحصل توارث للطفرة. ده معنى ان الطفرة الحقيقية انتقلت لجيل واحد، يبقى دوت صح. طيب تعال نبص على باقي الاختيارات. 22 زائد اكس طبيعي، 22 زائد واي طبيعي، وبرضو 44 زائد اكس واي دوت ذكر طبيعي برضو، مفيش اي مشاكل خالص، يبقى الإجابة الصح اللي هو رقم ألف. السؤال اللي بعد كده لاحظ مزارع نمو بعض الثمار أكبر من الحجم الطبيعي، ما السبب المحتمل لهذه الحالة؟ اتفقنا إن الثمار أكبر من الحجم الطبيعي يعني دي طفرة صبغية عددية، حصل تضاعف في العدد الصبغي. طيب تعالى، وبالتالي حصل تكرار في الجينات. طيب فقد جزء من أحد الصبغات، دوت غلط. نقص في عدد الصبغات، دوت غلط. حدوث تكرار للجينات طبعا صح، لأن أنا لما أعمل تضاعف في الكروموسومات هيحصل أكيد تكرار لنفس الجين، يبقى دوت صح. تحول الجين السائد إلى المتنحي ملوش علاقة برضه، دوت غلط، يبقى الإجابة الصح اللي هو رقم ج. السؤال اللي بعد كده، ما النتيجة المترتبة على استخدام الإنسان
لمواد مشعة ومركبات كيميائية في معالجة خلايا النباتات والفطريات لإنتاج كميات أكبر من البروتين. طيب احنا خلاص اتفقنا إن الفكرة دي بيحصل فيها تضاعف في عدد الصبغيات أو الكروموسومات، يعني لو معايا كروموسوم يبدأوا يتحولوا لاتنين كروموسوم وهكذا، بالتالي نفس الجين اتكرر على أكتر من كروموسوم، وبالتالي الصفة هتزيد وبالتالي كمية البروتين هتزيد. طيب تعالى نشوف كده، تكرار الجين الواحد عدة مرات على نفس الكروموسوم، اتفقنا لأ بقى لأن هو مش نفس الكروموسوم. طيب تكراره بسبب زيادة عدد الكروموسومات دوت صح فعلا. تكرار القواعد النيتروجينية في نفس الجين ملوش علاقة. تغيير نوع البروتين الناتج من الترجمة دوت غلط برضو لأن هو يديك صفة وراثية مختلفة أساسا. يبقى الإجابة الصح اللي هو رقم باء، تكرار الجينات بسبب زيادة عدد الكروموسومات حصل تضاعف في عدد الكروموسومات، تضاعف صبغي. السؤال اللي بعد كده، أي العبارات التالية صحيحة عن التنوع الوراثي؟ التكاثر اللاجنسي دائما ما ينتج عنه تنوع وراثي. لا طبعا، لأن التكاثر اللاجنسي بيحافظ على الثبات الوراثي. طيب إنتاج الأمشاج هو المصدر الوحيد للتنوع الوراثي في التكاثر الجنسي؟ لا طبعا، لأن التكاثر الجنسي نوعين، عبارة عن تكاثر بالأمشاج وتكاثر بالإلكترون، يبقى ده غلط. طيب بعض عوامل البيئة المحيطة قد تسبب تنوع وراثي، البيئة برضو ليها دور في الطفرات أو فيها تنوع وراثي، يبقى دوت صح. الطفرات تستحدث أو تستطيع إحداث تنوع وراثي، دوت صح برضو لأن هو دوت أصلا فكرة الطفرة، إن أنا بغير في صفة وراثية معينة أو بغير في بروتين معين، بالتالي الطفرات تستطيع إحداث تنوع وراثي، دوت صح. يبقى الإجابات الصح اللي معايا أو الجمل الصح اللي معايا اللي هو رقم 3 و4. ادرس الشكل الذي يعبر عن ساق نبات تمت معالجته بحمض النيتروز، ثم حدد أي المناطق قد يحدث بها عدم تكوين غشاء فاصل بين الخلايا الناتجة من الأجسام. يعني المفروض كان معايا خليتين في الطبيعي، لا هو الموضوع دوت محصلش، وبقى معايا الخليتين لازقين في بعض أو لاحمين مع بعض، بالتالي بقى فيهم ضعف المادة الوراثية، بدل مثلا 2 نون تبدأ تتحول ل 4 نون، يعني حصل تضاعف في عدد الصبغيات. يبقى هو هنا بيقولك ايه المنطقة اللي حصل فيها تضاعف في عدد الصبغيات، هل هي ألف ولا باء ولا جيم؟ تعالوا نبص مع بعض كده. احنا اتفقنا ان حمض النيتروز دوت او ايا كانت المواد الكيميائية اللي احنا بنستخدمها غرضها ان احنا نبدأ نموت القوام النامية، ويبدأ يطلع تحتها أنسجة جديدة فيها ضعف عدد الكروموسومات. يبقى الأنسجة اللي تحتها هي اللي هيحصل فيها تضاعف في عدد الكروموسومات اللي هي رقم باء، لكن ألف أصلا بتموت لأن ديت القوام النامية، يبقى الإجابة الصح اللي هو رقم باء. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول في الشكل المقابل إذا انفصل شريطي دي إن إيه ثم حدث تلف في الشريط س، ثم بدأ تضاعف تلك القطعة من دي إن إيه دون إصلاح التلف الموضح، فما احتماليات حدوث طفرة في قطعة دي إن إيه التي تحتوي على الشريط س بعد انتهاء عملية التضاعف؟ طيب أنا دلوقتي معايا جزيء الدي إن إيه عبارة عن شريطين، هو هنا بيقولك إن الشريط دوت حصل فيه مشكلة أو حصل تلف في القاعدة عند المنطقة ديت بالشكل ده، فإيه احتمال إن الموضوع دوت يعمل طفرة؟ احنا اتفقنا إن هما انفصلوا خلاص وحصل تلف، يعني الشريط دوت اللي هو 3 شرطة جي تي A، بعد كده مكان فاضي، بعد كده سي، ساعتها إصلاح التلف دوت هيكون عشوائي. يعني إيه؟ أنا دلوقتي مش معايا قاعدة بتكمل القاعدة اللي باظت أو القاعدة اللي تلفت، فساعتها هبدأ أحط أي قواعد عشوائية، معايا 4 احتمالات أو معايا احتمال من 4، يا إما أحط ال A، يا إما أحط ال T، يا إما أحط ال C، يا إما أحط ال G. ال G هو الوحيد اللي صح والباقي كله غلط. طيب نسبة دوت 75% ونسبة دوت 25%، يبقى الاحتمال أو احتمال إن أنا أحط القاعدة صح 25%، احتمال إن أنا أحطها غلط 75%. طيب أحطها غلط يعني إيه؟ يعني أعمل طفرة بكل بساطة، يبقى الإجابة الصح اللي هو 75. هو لأن هو بيسألك عن حدوث الطفرة، يعني أنا حطيت قواعد غلط، بالتالي 75. كده يا دكاترة احنا خلصنا الدرس الثالث، بإذن الله غدا إن شاء الله اللي هو الجمعة هنخلص الدرس الرابع، ويوم السبت بإذن الله المستعان هنخلص الدرس الخامس. أشوفكم على خير بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.